كلمتين وبس. سيد افندي كان نازل الصبح رايح شغله، فوجئ ان باب العمارة مسدود. لقى ناس كتيرة شايلة كراتين كتيرة وبترصصها في بير السلم. وقف يتفرج شوية وبعدين خرج راح شغله ونسي كل شيء عن الموضوع ده. طلع شقته قعد يتغدى وقال لمراته في ايه في العمارة؟ مراته قالت له الشقة الفاضية اللي في العمارة اتباعت، صاحبها بيغير الحمام وبيحط سيراميك بدل الإشاني. عقبالنا يا سيد، نفسنا نغير الحمام، احنا رخرين. سيد وقفت اللقمة في زوره، قال لمراته ماله حمامنا، ما تفتحيش علينا فتحة، أنا ما عنديش فلوس أغير الحمام. مراته اتصعبت كأنها بتقول يا ميلة بختي. سيد أفندي تجاهل الإساءة وكمل أكله وقام يستريح. دخل سريره وحاول ينام، سمع خبطة جامدة. سيد أفندي قام من السرير، إيه الحكاية؟ حد بيهد العمارة ولا إيه؟ قالت له جرى إيه يا سيد؟ دول بيشيلوا بلاط الحمام. ضروري يعملوا كده علشان يركبوا السيراميك. الخبط والرقع ده استمر كتير. تاني يوم الخبط خد شكل تاني. سيد أفندي ما بقاش عارف ينام الظهر ولا عارف ينام بالليل، اختل نظام حياته، وطول الوقت الخبط شغال ولا فيش أي اعتبار للسكان. مرات سيد أفندي فتحت سيد أفندي في تغيير الحمام وعمل ديكور زي الناس ما بتعمل. قال لمراته اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره، مش كده ولا ايه؟